ما لاحظت لكن حس، وصلت الحالة كل شي قباله يخنقني، أغمض عيني وأهدأ يا الله أتنفس، والمثل ويا قسوتهم شلون يعيش، أنا من والده أتحسس. ما كويس. شنو؟ ليش؟ شعر ومشاعر حقيقية. ليش؟ وللأمانة هاي مو تلاعبات فنية، هاي أنا عايشها. والله أدري، وأنا أسألك ليش؟ الحياة صعبة بدون أم. مباشرة أحكي لك، يعني أنا ما عندي أشياء ما أقدر أقولها أو أتهيج مشاعر بشيء، بس هي الحياة صعبة بدون أم، تفقد هواي من معانيها يعني. فيبقى عندك نقاط بيضاء، بس بنفس الوقت أنت يعني ممكن الإنسان من يخسر أكبر خسارة بحياته ما يصير مكسور، يصير واقعي. قبل ايش قد خسرتها؟ 8 سنين. بعدك بداية شبابك. شوف، الموضوع مو محزن، بس مرات شايف انت تنغث. زين. يعني انت هي عندها بس ابن واحد، وهذا الابن بمرور الوقت راح يحقق اشياء بحياته تدعو للفخر، فانه هي ما انا اريدك موجوده تباعين، يعني بس على الاقل وحده دخلت جامعه مثلا، شوفيني صرت اسم معروف بالشعر، الناس قاموا يسولفون بيه، الاقارب شوفيني، يعني شوفيني مره. زين انت عرفتيني لا متزوج، لا شفتي عرسي، لا شفتي كذا، لا انا صغير وانساك، ولا انا كبير 40 سنه واقدر اتعود. بالمنتصف، قبل المنتصف اصلا، وتخسر انسانه. لذلك انا البيت اللي قلته انه من هذا السواد البيئه لا تخاف التجارب تخلق ابن ادم مثلها. ترى اصعب خساره من الخسارات تنسيك الخسارات القبل. انا من خساره امه نسيت القبلها واللي بعدها اصلا. حسيت لحد الان بهاي الدائره ما جاي اطلع منها. عمره راح يبقى بهاي الدائره للامانه، لان هاي الدائره قوتني مهند. العالم حاليا قاسي جدا قاسي، وانا وياك نتفق هوايه بهذا الشيء. جدا قاسي. اذا ما تكون قاسي مثل هذا العالم ويكون بداخلك متش. كم واحد تعرفه ابيض داخله سحقه الايام؟ هواي، كلش هواي. الرحمه والخلود على روح والدتك، ويا رب ان شاء الله تكون من اصحاب الجنه. انا اسف. بالعكس بس حسيت انه انت لازم تحكي. بالعكس، انا المكان اللي ارتاح به اسولف اعز اشياء لي. وانا امانه وجوز هاي مو